يوجه فيها نادي الحرس الوطني من دولة النيجر الفوز في الذهاب 2-1. هدفها صابر بوغرين ومروان زيلا اليوم يبحث عن عروض أفضل في هذه المباراة، والذي يلعب في أحضان الآلاف من مناصريه. جماهير الرجاء اليوم تؤكد الحضور مجددا هنا في الدار البيضاء في مركب آخر في انتظار وأنه تنتهي الأشغال في المركب الرياضي محمد الخامس. اليوم نقل الكرة للأمام، هذه إمكانية هدف، يلا فرصكم هذه، إمكانية للمرور لكن تدخل دفاع نادي الحرس الوطني من النيجر. نقل الكرة في خط الوسط للفريقين للمرة الأولى في هذه المباراة، لكن سهل لأناس زليتي آدم المبدع ينقل الكرة، لكن كان تسلل بإشارة من الحكم المساعد. كان تمرير أو جودة تمرير عالية من طرف آدم نفاتي في الكرة الماضية. إمكانية كرة في منطقة الجزاء المتابعة من آدم نفاتي. آدم يراوغ يبوه يتواخر، وفي النهاية تدخل دفاع الحرس الوطني أمام صابر بوغرين، الرجل الذي يتخذ قرار تمرير في الكرة الماضية لكن راهي مرفوعة. دفاع نادي الحرس الوطني ينجح في توريط لاعبي الرجاء في التسلل للمرة الرابعة منذ انطلاق التدخل من دفاع نادي الحرس الوطني. غيرفي مخالفة يعلن عنها حكم المباراة لمصعب النفاتي بلمسة ممتاز لنوفل زروني، إمكانية للتواصل والتدخل من طرف المدافع النيجيري. الحكم يقول انه ما فيه ولا شيء، الحكم يقول انسف دم التسديدة ممتازة جدا والتدخل، ما زال الإمكانية لهدف. كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول في هذه المباراة. صابر بوغرين كان بالمطلوب منه في القناع، والكرة متواصلة والإمكانية والراية مرفوعة. يرفع حكم المباراة يقول أنه الكرة تجاوزت خط المرمى، هذه إمكانية للرجاء، كان قريب من الوصول للهدف للمرة الأولى في هذه المباراة. يلا كرة كاديو. حكم المساعد الأول، الحكم المساعد الأول مرة أخرى تجد متحمس للفراية في اللحظة. كرة كادي، كرة الهدف، كرة الهدف تعطل فيها شوية وسرع فيها في النهاية، وبالتالي الكرة ضاعت. وعدد كبير من اللاعبين الكبار، كرة للأمام والتدخل كان فيها خطأ واضح الحكم لم يتردد ولو لجزء من الثانية في الإعلان عن ضربة خطأ ومخالفة ممكن ينفذ آدم نفاتي بمنتهى السهولة في مرمى رجاوية تسدد لكن بعيدا عن مرمى الحارس، فليترك مهام تنفيذ. آدم لنوفل والكرة تسدد بعيدا عن المرمى. روزمير زيكو يشتغل على تشكيل أفضل اللاعبين المنتخب الأول البوسنة، وبالتالي يعرف اللاعبين وعنده الشوفة اللي تخليه يكون مناسب وأحقية أي لاعب حمل قميص نادي ومنتخب. ما ينطبق على سفيان رحيمي النجم الأول في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. رحيمي مبتلي للتسديد، كرة تسدد والتدخل من غيرفي. قلت لكم أنه هذا لاعب صعبة شوية هذه الكرة، أدوار مهمة يقوم بها غيرفي في الثلث ساعة الأول من هذه المباراة. عادي جدا مثل هذه المباريات. ضربة زاوية، المتابعة بالراس، ما كانش المتابعة موفقة من طرف حارس المرمى. ضربة زاوية أخرى للرجاء. بوغرين يمر ويسدد، ممتازة جدا المتابعة المرة الثانية والتدخل والقتالية الكبيرة من دفاع رجاوية في منطقة الجزاء. كرة الهدف لكن التدخل من جديد من دفاع الحرس الوطني بقيادة حارس مرمى ومنظور كادر رافيو كاسالية. نفاتي يتمرد على دفاع الفريق النيجري، وفي النهاية دفاع الحرس الوطني له بالمرساد. كرة تسدد، ممتاز هذه الكرة، حل التسديد ممتاز من زريدا. كان صعيب وانه ما يكونش هدف. كرة الهدف جاء في الدقيقة 28 من المباراة للرجاء الرياضي عبر زريدا يتمكن من التوقيع على أولى هدفه في هذه المباراة. النتيجة 1-0. ممتاز كرة اخترقت دفاعات نادي الحرس الوطني وجماهير الرجاء في منتهى السعادة. الابتسامة مقام سيطول في بلوغ الهدف الأول في هذه المباراة. بإمكانه أن يسجل هدف آخر. الحكم يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ لنادي الحرس الوطني. رجاء التصدي لهذه الكرة تسدد ممتازة جدا، لكن ابتدى بعيدا عن مرمى الحارس على اساس نيتي. تسديدة كانت ممتازة. يراوغ في الأولى يبحث عن التمرير في الثانية والثالثة التسديد، لكن بعيدا من أدم، بعيدا منك يا أدم. تتحول الكرة بعيدا عن مرمى الحارس الوطني.
ادم اليسري، يسري كورتك يا يسري، والتدخل النصر. امكانيه رجويه التسديد والهدف والجول وهدف ممتاز. الكره رجويه، نوفل لاساروني يسجل واحد من افضل اهداف دوري ابطال افريقيا. ساعة لا تقدر بثمن، هدف جميل جدا، اتخذ القرار المناسب في المكان المناسب في التوقيت الذي يتناسب وطموحات الرجاء فادي، لكن تغيب عنه الادوار الهجوميه التي قد تساعد على التدخل من جويرفي. كل من الفريق النيجري للحرس الوطني، والتدخل من دفاع الرجاء. تتحول من جديد نيجري، امكانيه للتسديد، ما عندهمش حل اخر. رجاوي ضربه خطا في منطقه الجزاء، كان بالامكان ان يكون هدف عبر يعقوب مامادو. للمره الاولى نشوفوا الحرس الوطني ينقل الخطوره، وكان بامكانه تسجيل الهدف الاول. الحرس الوطني امكانيه للحرس والتسديد، لكن في يد الحارس اناس زنيتي للحرس الوطني في منطقة الجزاء، وناس يتسيد المنطقة الدفاعية للثالث، الطريق نحو الثالث. كرة من صابر بوغرين، الثالث جاي في الطريق رجاوي. تصبح النتيجة يا سادة 3-0 عبر بوركسوت هذه المرة، ومن يتكفل بإهداء هذه الابتسامة لهذه المناصرة لجمهور الرجاء الحاضر هنا في ملعب العربي الزولي في مدينة الدار البيضاء. مجهود كبير عما لتجهيز هذا الملعب، والهدف في الطريق صنع من قدم يد منفاتي. 10 تليق بك يا أخي، رقم 10 يليق بأدم، يليق بالنفاتي الذي يتمكن من تسجيل الرابع في المباراة. بوغري لأدم، ندم نقل الكرة في القائمة الثاني، لكن مضت بعيدا عن امام الخطوره من بوسوق يبحث عن ان تستمر هذه السيمفونيه رجويه في هذه المباراه. الرجاء يحاول تدوين هدف اخر في الطريق، هو الخامس يا ساده، الخامس 5 وخميس. الرجاء اليوم 5 اهداف في هذه المباراه امام نادي الحرس الوطني. امام الحرس الوطني التألق رجاء مضمون امام نادي الحرس، في انتظار باقي المغامرات وباقي الخرجات الافريقيه. روج من سفيكو